السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في قناة فوزية. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وبخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله ندير معكم بشكيطو، واحد البشكيطو قديم جبت لكم تقريبا من قاع الخابيه. هاد البشكيطو كنديرو انا قديم بزاف كاع وتيعجبني، وكثر الناس اللي ما تيبغيوش الزبده. فيه هذا البشكيطو فيه الزيت. عندنا هنا كاس نتاع الزيت، بسم الله، كاس نتاع الزيت ديال العنبه الكبير هذا. وعندنا كاس نتاع السكر كلاصي. هاد الصابلي الا جربتوه ان شاء الله غادي يعجبكم. فيه فانيا كنخلطوه. هذا حنا شحال هادي كنا كنقولوا له بشكيطو، ما كنقولولوش صابلي. كنخلطوه مزيان. كتفضل السكر كلاصي وكتزيدو نص كاس ديال مايزينا. وراه ما كيعطيش بزاف، هذا تقريبا حتى عندكم ضياف جايينكم ضياف على غفله اولا غير تحشتوه هكا وديروه. دغيا كيطلع في الساعه كيطلع هذا البشكيطو. وعندنا هنا جوج بيضات كاملين. نتوما الا درت معكم كميه صغيره، نتوما الا بغيتو تدبلوقو عندنا هنايا واحد تدير واحد نص خماره حمراء ديروها شكلنا تقريبا عمرو معلقه صغيره وديروها. شفتوا نص خماره حمراء. وهنا الطحين انا دايره نص كيلو، غادي نشوف شنو غادي ندخل فيه. ديروا نص كيلو حداكم ديال الطحين وبقاو تدخلوه غير بشويه باش ما قلت لكم في الساعه تيطلع هذا الصابلي ما كتعطلوش به وكيجي مقرمش فنن في الماكله ديالو. وهذا راه ماشي بحال الصابلي الاخر اللي كنديرو بالزبده، هذا ماشي تخليوه يرتاح، ما تخليوه لا يرتاح لا والو. في الساعه هي تكملوا تبداو تخدموا في البلاصه، ما ياخذوا شويه كالجينه مخوفه باش تلقاو تعاودوا ديروه. تبقاو ترشوا له شويه ديال الطحين. هذا غادي نخليوه هكا مغربل حدانا، الا خصنا نزيدو منه. هانتوما ها كديروا بلاستيكه وكتاخذوا شويه ديال العجينه. بعد الطحين راه زات ليا 400 غرام ديال الطحين اللي زات ليا. انا عبرت الطحين اللي بقات فيه 100 غرام، يعني 400 غرام اللي زات ليا ديال الطحين باش يكون عندكم العبار مقاد. بسم الله. هانتوما كتطلقوه، بغيتو ديروا غير حبه وحده كتخليوه غليظ، بغيتو تلصقوا حبه مع حبه كترققوه شويه.
هانتوما ها كنحيدوها هكا، كنهزو الصابلي عادي. هانتوما ها كتحطو ديروه مربع، ديروه مدور، ديروا اللي يعجبكم. المهم هاد الصابلي ما كيتخدمش صابليه مع صابليه، غير حبه حبه كتزوقوه، ولا كتخليوه عادي هكا كاع لي سامبل اللي يعجبكم. المهم كيجي خفيف في الماكله ديالو. صافي كيما الصابلي الاخر تعاودو تجمعوا العجينه وتعاودو تطلقوها. كنزيدو شويه ديال العجينه، ما كتعداش كميه كثيره خلاص. صافي انا شاعله الفران تيسخن على ما نعمر الطاوه ونرميها في النقاس النار، ونديرها في الطبقه الفوقانيه على ما تحمر من التحت، نعاود نهبطها تحمر من الفوق ان شاء الله تزين ونبني معكم. ها نتوما ها الصابلي طاب، ماشي صابلي بشكيطو، حتى انا مازال تنغلط، ولفنا دابا البشكيطو. ها الصابلي ها هو دا، شوفوا كي كيجي. انا هنايا هادو اللي غلاط خليتهم بوحدهم، هادو اللي غلاط شي شويه، ها نتوما ها خليتهم بوحدهم، السمك ديالهم غليظ. وإلا رققتو، حيت انا ما نكذبش عليكم عزيز عليا الصابلي يكون شويه رقيق ونلصق حبه مع حبه. المهم نتوما اللي يعجبكم تطلقوه غليظ وديروا غير حبه بحال هكا، ها السمك ديالها غليظ نديروها، بغيتو ترققوه رققوه. المهم اللي درتوه كيجي مزيان مع هاد البشكيطو. المهم ما قرمش فن هاد البشكيطو، والزواق ديالو زوقوا باش ما بغيتو نتوما، باش ما عجبكم. ممكن تغسوه في الشوكولات كامل، ترشوه بالكاوكاو باش ما عجبكم. ممكن ديروا غير النص هكا. هادو اللي بغيت ندير لهم غير النص بحال دابا مثلا درتهم في السيريبات، لاصقوا الوجه مع الوجه باش السيريبات يبقى لهاد وكتزوقوا غير النص ديال الكاطويا. بغيتو تحشيوه كامل تلصقوه الدهوره اللي كان غير في الطاوه عاديه وشكل واحد. المهم انا غادي نوريكم شكيلات وزوقوا كيما عجبكم نتوما. بحال هذا اللي لصقت الظهر مع الظهر وبقى الوجه ديالو كما قلت لكم. التخليطه باش كنلصق انا ديما 2 معالق ديال الناباج، معلقه الكليكوس، وكتلونوا باش ما بغيتو، كتنكهوا باش ما بغيتو. بحال هادي راني منكهاها بالقهوه. هانتوما ها كاينه هادي الفويتي، كاين كاوكاو كاسي، المهم اللي يعجبكم ديروه. هانتوما ها الفويتي بحال هكا، ها هي دي هكا. المهم هاد البشكيطو تيوجد في واحد الوقيته دغيا في ساعه، وراه هادشي اللي عطا هاد العجينه، هادشي اللي عطات تقريبا طبسي. المهم كيوجد في ساعه، اخر لحظه وتوجدوه. هادي بكاوكاو كاسي، هانتوما بحال هادو اللي لقيتوهم في هذا كتخلطوا هكا الشوكولات، ذوبوه في حمام مريم وخلطوا. ديروا الشوكولات الابيض، ديروا الشوكولات الكحل اللي يعجبكم. هانتوما ها كديروا النص ديال الكاطويا هكا. بطبيعه الحال جربوا شويه باش ما يبقى لكمش في التحت هكا. هانتوما ديروا هكا، تيبقى داك النص ديال السيربات كيعطيه الديكور، هو تيعطي الديكور. المهم هاد البشكيطو خفيف ظريف، لا في ماكلتو لا في خدمتو كاع ساهل. كثر الناس اللي ما كيبغيوش الزبده، كاين الناس اللي ما كيعجبهمش المذاق ديال الزبده في صابلي ولا في اي حاجه.
كاينين صابليات عاود اللي ما فيهمش البيض، باقا نشاركو معكم ان شاء الله الناس عاود اللي ما كيبغوش البيض. هانتوما ها. المهم انا غادي نكمل هادشي كامل ان شاء الله، نكمل هاد الشكيلات حتى هذه حبه وحده ممكن ندير لها هكا الشوكولاط. هذه اللي بوحدها هانتوما ها. ممكن نديرو حتى لهادي هكذا، نديرو هكا النص في الكاطويه، هذا النص، وكديروا لها هكا كاوكاو كاسي باش نوريكم الشكيلات، واللي عجبكم ديروه. ولا ممكن هاد العجينه تشكلوا بها جوج شكيلات في البلاطو. ها هو دا صابلي من بعد ما زينتو. المهم نتوما زينوا باش ما عجبكم هاد الصابلي، باش ما زينتوه كيجي زوين، ونتمنىكم تجربوه ان شاء الله وما تعكزوش عليه، وتصوبوه بالصحه والسلامه، والسلام عليكم.